خليني اقول لك ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تقلقك وانت بتتعلم تسوق الموتوسيكل ان الموتوسيكل يبطل منك، وعشان كده انا جايب لك تمرين هيفيدك قوي في الفريكشن زون. ولو مش فاكر ايه الفريكشن زون، فديت النقطه اللي ايدك بتسيب فيها الدبرياج، واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات هسيبه لك في البايو تحت. كل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تقف على طريق، يعني طلعايه شبه ديت كده، وتبدا تشتغل بالفريكشن زون. زي ما قلت لك الفريكشن زون ديت النقطه اللي انت بتبدا تسيب فيها الدبرياج عشان البايك يتحرك. طبعا انت طول ما انت بتستخدم او طول ما انت بتعمل التمرين دوت، كل ما انت هتحس براحه اكتر ان الموتوسيكل مش هيبطل مني، الموتوسيكل مش هيحصل له حاجه. فيلا نبدا. اول حاجه هتمسك الدبرياج، هنجيب الغيار على الان نبدا الموتوسيكل ماسك دبرياج كويس، ماسك فرامل قدام وحاطط رجل واحده، وهتحط الغيار زي ما احنا قلنا قبل كده. الغيار الاول بيبقى تحت، هتحط وهتسيب فرامل، والفريكشن زون بتاعتك الموتوسيكل يتحرك، رجل الاتنين على الارض. تمام. هتروح جاي ماسك تاني. يلا بينا. هتبدا كل دوت انا ما بعملش اي حاجه، ما بعملش حاجه بالبنزين. تمام. كمل. كل دوت انا ايدي سايبها من على البنزين، انا كل دوت تمرين على الفريكشن زون بس. تمام. نكمل عادي. انت زي ما انت شايف انا رجلي على الارض، رجلي الاثنين حاططهم على الارض وبتمشى بيهم عادي. كل دوت انا بمشي، البايك بيمشي بالدبرياج بس. كل دوت بالدبرياج بس. عايزك بقى تعمل التمرين دوت على قد ما تقدر، عايزك تعمله ساعتين ثلاثه كده لحد ما تحس ان انت مرتاح. وعادي عادي جدا ان الحركه اللي انا هعملها دي تحصل معاك وانت ماشي كده، تحصل تلاقي الموتوسيكل يعمل كده. الحركه ديت عايز اقول لك عاديه جدا. فكل اللي انت هتعمله تبدا الموتوسيكل من تاني ماسك فرامل عشان دي طلعايه وما يحصلكش حاجه او تقع بالبايك. تمام. ورجلك الاتنين تحت وحط غيار. يلا بينا. اطلع تاني. انا كل دوت ما استخدمتش البنزين خالص، كل ده الفريكشن زون بس. اطلع امسك هتلاقي الموتوسيكل بيرجع ورا. لا لحد ما الموتوسيكل يطلع تاني. الموتوسيكل بيطلع مني في اي نقطه. اكمل 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 اكمل. امسك دبرياج، هتلاقي الموتوسيكل بيرجع. لا اروح جاي الموتوسيكل. اول لما الموتوسيكل يقف كده يبقى ديت السنه المفروض الموتوسيكل هيطلع عليها. اول لما اسيب سنه كمان هلاقي الموتوسيكل بيبدا يتحرك. الموتوسيكل بيبدا يتحرك. طبعا انا كل الشغل عندي في ايدي دي، كل الشغل عندي في طبعا ايدي اللي ماسكه البنزين، مش شاغل بالي بيها خالص دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي انا هعلمها لك النهارده وهي الستيرنج دوت فيه منه 3 انواع. الستيرنج العادي اللي انت ماشي بالراحه، بتحود الجادون يمين، الموتوسيكل بيمشي يمين، تحود شمال، الموتوسيكل بيمشي شمال. النوعين التانيين بقى مش عايز اكلمك عليهم دلوقتي عشان ما دماغك ما تتسوحش، فهنتكلم عليهم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. صحاب، انا عايزك تعمله وانت ماشي على خط مستقيم. كل اللي انت هتعمله الفريكشن زون، خلي بالك هحود يمين الموتوسيكل هيحود يمين، شمال الموتوسيكل هيحود شمال. كل اللي انا هعمله ما بعملش حاجه ثانيه، يمين يمين شمال شمال. تمام. وخلي بالك ان الحركه ديت انا ممكن اعملها والموتوسيكل بتاعي اخره سرعه 20 كيلو متر في الساعه. لو عملت الحركه دي اكتر من كده الموتوسيكل هتلاقي منه رد فعل تاني خالص، فبلاش تعملها. كل اللي انا بقول لك عليه دوت تحت سرعه 20 كيلو متر في الساعه. الموتوسيكل بحود الجادون يمين فالموتوسيكل بيتحرك معايا يمين، بحود الموتوسيكل شمال فالموتوسيكل بيتحرك معايا شمال. عندنا حاجتين تانيين الستيرنج مش هقول لك عليهم دلوقتي، هقول لك عليهم في الفيديوهات التانيه. بالمناسبه بالصحاب، انت صليت على النبي؟ انا غلطتي اللي انا ما قلتلكش الكلام ده في الاول، بس اهم حاجه انزل دلوقتي في الكومنتات صلي على النبي، وده هيخلينا ننقل على التمرين الثالث. طبعا بالصحاب كل التمارين وكل الحاجات اللي انا بقول لك عليها ديت ما ينفعش تعملها وانت مش لابس الجير بتاعك. الجير بتاعك اهم من التمارين اللي احنا بنعملها دي، عشان لا قدر الله لو وقعت ف انت لازم تلاقي حاجه تحميك. وزي ما قلت لك الوقوع جزء من التعليم. فيلا بينا نبدا التمرين الثاني. طب احنا بعد الفريكشن زون عايزين نزود شويه
فايه اللي بتعمله؟ بمسك البنزين بقى فريكشن زون، بسيب اول لما تسيب الدبرياج بتروح جاي مزود سنه بنزين، بسيب الدبرياج وبزود سنه بنزين، فبتلاقي الموتوسيكل اتحرك معاك، وكده انت الموتوسيكل بيتحرك معاك عادي. اوكي، فهنعمل التمرين دوت تاني، ناخد لفه واقول لك ايه اللي بيحصل. الحركه دي ايه اللي بيحصل فيها؟ انت بتمسك الدبرياج هتلاقي الموتوسيكل بتاعك بيبدا يتحرك، اول لما تلاقي الموتوسيكل بيتحرك تروح جاي مديله سنه بنزين، فالموتوسيكل بيتحرك اسرع، وانت كده خلاص انت كده على الغيار الاول وبدات تمسك البنزين. ده انت كده وصلت لمرحله عظيمه جدا. تعال نقول لك تاني هنعمل ايه. نركن على جنب. الحركه دي بقى ممكن تستخدمها في اشاره، كل الكلام ده. لو انا واقف في اشاره اهو، واقف في اشاره مستني الاشاره خضراء، يلا بينا، اديت الغيار الاول ريفليكشن زون، وتروح جاي مدي سنه بنزين، خلاص يا صاحبي مبروك عليك، الموتوسيكل بتاعك بقى بيمشي، انت خلصت الفريكشن زون وبدات تشتغل على البنزين. عايز اقول لك بقى اشتغل الحركه دي كتير جدا لحد ما تبدا تتعود. طبعا احنا ماشيين على الغيار الاول وشغالين بالبنزين، الموضوع قشطه يعني، الموضوع معاك ما فيهوش اي مشكله. انت كده يا برنس خلصت كل حاجه. طبعا ده مش اخر السواقه، لا احنا لسه بنقول يا هادي، يعني في حاجات كتيره فشخ لسه ما اتعلمناهاش. هي كل ديت لسه اساسيات، وانك تتعلم الاساسيات دي حاجه مهمه جدا. دوت ماشي بالبنزين بس، البنزين بتديله سنه بسيطه خالص، ما بتدوش على البنزين جامد، كل اللي انت بتعمله بتديله سنه بسيطه. اقف على جنب تاني، الموتوسيكل واقف. طيب ايه اللي هيحصل لو انا فضلت ماسك دبرياج وبنزين ولا اي حاجه؟ ليه؟ لان احنا قلنا طول ما احنا ماسكين الدبرياج، لو تفتكر قلت لك العجله اللي ورا بتكون فاصله عن الموتور، فالموتور مش واخد اي رد فعل منك، الموتور بيكون فاصل تمام، اكنه بالظبط انت جايبه على الان، فالموتوسيكل مش هيتحرك، فاي حركه هتعملها البنزين مش هيحرك الموتوسيكل تمام. فاحنا لازم ندي الموتوسيكل اوردر اللي هو على الغيار الاول، ولو فضلت ماسك الدبرياج وفضلت تزود بنزين مش هيحصل حاجه. لازم نعمل ايه؟ الفريكشن زون بتاعتك، الموتوسيكل بيطلع، اول لما الموتوسيكل بيطلع بتسيب، هتلاقي الدنيا ماشيه عادي. حاجه ثانيه بقى عايز اقول لك عليها، وانت بتشيل رجلك، هتشيل رجلك ازاي؟ رجلك اللي على الغيارات دي هتفضل فوق، ورجلك الثانيه تحت، واول لما تحس الفريكشن زون والموتوسيكل خلاص خد التوازن بتاعه هتبدا تشيل رجلك الثانيه. ونفس الفكره ديت، اول رجل هتتحط والرجل الثانيه، حتى لو انت اوريدي مدي غيار، فايه اللي بيحصل؟ بطلع رجلك دي بتطلع والرجل الثانيه بتسند، اول لما الموتوسيكل تحسه بيمشي تبدا تشيل الرجل الثانيه.